ألف مبروك يا سارة. الله يبارك فيك يا نادر. اوه، بتقولي نادر كده؟ أول مرة. فين يا مدير وزفت؟ خلاص يا هندسة، كده حلو. كده بقى انت دبش اللي اعرفها. وقعدوا يضحكوا مع بعض، وكان في بينهم مشاعر ومودة ورحمة. وعدى شهر كامل من محاولة خالد إن يثبت حبه لأمنية، وأمنية كمان تثبت له كده. وخالد كان قاعد بيخلص شغل وراه، وفجأة الباب خبط وأذن بالدخول اللي بيخبط. خير يا صفا، في ايه؟ في حاجة لازم تعرفها ضروري. واللي هي؟ أنا حامل. انتي بتقولي ايه؟ حامل يا خالد في شهر. متأكدة يا صفا؟ اه أكيد طبعا. طب تمام، اعملي حسابك بقى، هنروح للدكتور بكرة اطمن على ابني. ايه؟ لا لا، ليه يعني؟ انا كشفت والدكتور طمني، ما تقلقش. انا قلت كلمتي وخلاص، ويا ريت تتنفذ. ماشي يا خالد. ها، عملتي ايه؟ قلتي له؟ اه، بس هياخدني للدكتورة بكرة. ما تقلقيش، خليه يطمن. اسمعي بقى، هقولك ايه كويس قوي. رايح فين يا خالد؟ ما تقولها يا حبيبي ان احنا رايحين نطمن على ابننا. ابنكو؟ هو انتي حامل؟ اه يا حبيبتي، عقبالك كده يا رب. الكلام ده صح يا خالد؟ لسه مش متأكد من موضوع الحمل ده، ولو كذبة قسما بالله ما هرحم اللي عمل كده. قصدك اني بكدب عليك يا خالد؟ هنشوف الموضوع ده. ممكن تثقي فيا يا أمنية؟ آخر مرة يا خالد، وآخر فرصة ليك معايا. ماشي يا أمنية. وخد صفا ومشي. وأمنية فضلت تعيط على حالها. كل ما بتحاول توصل للسعادة بيحصل شيء غير لها كل الأمور دي تماما. ايه الأخبار يا دكتورة؟ أستاذ خالد المدام. وفضلت تتكلم معاه شوية. شكرا يا دكتورة. ايه يا خالد، عملت ايه؟ اطمني يا أمنية، الدكتورة طمنتنا على ابننا. يعني حامل بجد؟ هي حامل بجد، بس مش ابني. انت بتقول ايه يا خالد؟ بتستغفليني وعايزة تنسبي ابن حد تاني لنفسك؟ كدب كدب، ده ابنك انت. بطلي لف ودوران، وقولي اللي حصل بالظبط، وانا عارف كل حاجة عملتها انت وامي مع بعض. قصدك ايه؟ انت فاهمة انا اقصد ايه؟ انا ثواني وراجع. في ايه يا خالد يا ابني؟ بتفتح الباب كده ليه؟ هتعرفي دلوقتي كل حاجة لما ننزل تحت. حالا عايز افهم كل حاجة، وافهم في ايه بالظبط. يا خالد ده ابنك. في ايه يا خالد يا ابني؟ مش المدام صفا الدكتورة اكدت حملها؟ طيب يا ابني، ده شيء كويس، المفروض تفرح. مش لما يكون الواد اللي في بطنها ابني افرح؟ ايه ده؟ هي امي ما تعرفش ان بنت اختها بتستغفلها؟ وهي حامل بجد، مش لعبة منها. لعبة ايه يا ابني؟ في ايه؟ لعبة الحمل. لما تتصل على الدكتورة اللي عارفة ومتأكدة اني هروح لها بيها عشان تأكد موضوع الحمل، وتتصلي على اساس تديها فلوس وتقولي انها حامل. بس الصراحة الدكتورة كانت عارفاني، واتصلت عليا وعرفتني، وفهمتها تقول انها حامل، ولما اخرج من العيادة تتصل بيا وتقول انها حامل بجد، بس في شهرين. معنى كده قبل جوازي منها. يعني كانت بتضحك عليا. خالته صدقيني ده كدب كدب وما حصلش. طلعها يا خالد، طلعها وارميها بره. كده كده جوازي منها باطل، لانها حامل قبل الجواز مني. انت بتتخلي عني دلوقتي يا هدى بعد اللي عملته معاكي ده كله؟ قصدك ايه؟ طلعها يا خالد، طلع البت دي بره البيت وخلصنا منها ومن قرفها. اطلع بره البيت؟ مش لما اعرفه حياتك الاول؟ امك المحترمه كانت بتدي مراتك الاولى صرح بمنع الحمل عشان ما تخلفش منك،
وكانت بتحطهولها في أي عصير، وكمان هي اللي زورت نتيجة التحاليل بتاعت أمنية إنها حامل عشان تبعدها عن نادر، وكمان هي اللي اتفقت مع المطعم اللي طلبت منه الأوردر وحطت فيه حبوب منوم، وادتني مفتاح الشقة ودخلتك الأوضة ووهمناك إننا اتجوزنا عرفي عشان نتجوز رسمي، وهي اللي خلتك تمضي على ورقة الجواز في وسط ورق على أساس إنه خاص بيها من غير ما تاخد بالك، وهي اللي فهمتني نتفق إن حامل. كذابة يا خالد، كذابة، ما حصلش الكلام اللي هي بتقوله ده كله عملتيه ليه؟ حرام عليكي، كنت بتدي مراتي حبوب عشان ما تخلفش مني ليه؟ وبعد كده تخليني احس بالذنب ان عملت كده واتجوزت عرفي، وكمان كنت عايزة تضيعي أمنية من ايدي، ليه كده؟ ليه كده؟ عملتها، واحدة كانت عايزة تاخدك مني عشان كده منعتها من الخلفة، بس هي كانت ذكية، ولما عرفت انها بتاخد حبوب بطلت تشرب مني اي حاجة، بس هي هبلة ما كانتش بتقولك حاجة، وكمان انا اللي اجبرت نادر يقرب من امنية عشان يبعدها عنك وتتخيل ان في حاجة بينهم. ليه تعملي فيا كده؟ حرام عليكي، هو انا مش ابنك؟ ابني، بس من حبي فيك عملت كده، كنت شايفاهم مش مناسبين ليك، ودي اللي مناسبة ليا يا أمي، اللي عملت حاجة غلط وحامل كمان واحنا مش عارفين هو مين. أنا عايزة أقولك إن ده حب أنانية وتملك، للأسف انت واحدة مريضة بالأنانية، المفروض تروحي مصحة تتعالجي. سامحني يا ابني، أنا غلطانة والله. بعد السنين دي كلها مضيعة من ايدي كل حاجة بحجة الحب، وفي الآخر تقولي غلطانة، وأنا أعمل إيه في عمري اللي ضيعتيه؟ عشان كده قررت قرار. قرار إيه يا ابني؟ أنت هتروحي تعيشي في شقتي، وهجيب واحدة تساعدك في البيت، وهبقى أجيلك كل يوم عشان صلة الرحم، ولا أكتر ولا أقل، ومهما عملت فيا أنت أمي، حتى لو موتيني، بس أنا مش قادرة أسامح دلوقتي في اللي عملتيه. هتسيبني يا ابني لوحدي؟ ده انت يا خالد عمرك ما زعلتني. وانت عملت ايه يا امي؟ رد عليا. كنت عايزه اتمشي حياتي على رايك وتبعديني عن اللي بحبها، وفوق كل ده لما قررت اكمل حياتي مع ساره كنت بتمنعها من الحمل واشيل ابني على ايدي. عندك حق يا ابني، انا اسفه ليك والامنيه وليك يا عمي، وانا هروح اعيش في الشقه زي ما تحب يا ابني، المهم تسامحني. وسابتهم ومشيت وهي عماله تعيط. بره يا صفا، ويا ريت تنسي ان ليكي خالة تعرفيها. وخالد سابهم ومشي وهو حزين قوي على اللي حصل له. الحق يا جدو، الحق يا جدو، خالد ممكن يعمل حاجة في نفسه، حزين على اللي حصل له كله ده. خالد قوي مش ضعيف يا أمنية، هيرجع بس مش دلوقتي، هو مش مستوعب اللي أمه عملته فيه، وانت عارفة هو كان متعلق بيها ازاي. يا رب ريح قلبه يا رب، وخفف حزنه. بقولك اللعبة اتكشفت وطردني من البيت يا يوسف. حصل ده ازاي؟ وعمل مع امه ايه؟ خلاها تروح تعيش لوحدها في شقة. هنعمل ايه يا يوسف؟ طول عمره ذكي وكشف اللعبة، بس انا مش هسمح له يتهنى كتير. طب وابننا اللي في بطني يا يوسف هنعمل فيه ايه؟ تنزليه طبعا، ما خلاص الموضوع خلص والخطة دي فشلت. انت اتجننت؟ عايزنا نموت ابننا؟ ما يا حلوة مفيش جواز، هتعملي فيه ايه بقى لما بطنك تكبر وتخلفيه؟ ده وعدك ليا اننا نسيب الواد لخالد ونقتله وناخد فلوسه ونهرب برا البلد. ليه هي الأمورة فاكرة اللي يرضى يسيب ابنه لواحد تاني مش هيخليه يقتله عادي؟ ده آخر كلام يا يوسف؟ بقولك ايه يا صوفي، ما تسيبك من الواد اللي في بطنك ده، خلينا نخلص بس من خالد وناخد الفلوس اللي عايزينها ونبقى نجيب غيره. ماشي يا يوسف، موافقة. شاطرة يا روحي، هو ده الكلام. اسمعي بقى هنعمل ايه مع خالد. كانت أمنية قاعدة مستنية خالد في أوضتهم، وكانت قلقانة عليه قوي وإن هو اتأخر وكان برا البيت. خالد، ايه اللي أخرك كله ده برا؟ مفيش يا أمنية، عايزة أنام وبس. أنا جنبك يا خالد ومش هسيبك.
انا تعبان يا امنية، حاسس بانكسار. اللي امي عملته فيا مش قليل. اهدى يا حبيبي اهدى، وكل حاجة هتبقى تمام ان شاء الله. ناموا. وامنية كانت زعلانة عليه جدا بسبب اللي والدته عملته فيه، وان هو كان ونعم السند والابن لها. وعدى اسبوعين، وعلاقة خالد وامنية بقت كويسة جدا، وبقى زوجين كويسين، وبقت العلاقة ما بينهم مودة ورحمة. سامحني يا ابني، وحقك عليا. بعد إذنك عايزة أمشي. أرجوك يا ابني سامحني، والله ندمت على كل اللي عملته، وبطلب من ربنا يسامحني. ارحم ضعف أمك يا خالد في بعدك عنها. انت طول عمرك سندي من صغرك بعد وفاة أبوك. خلاص يا أمي، خلاص اهدي عشان صحتك. مش مهم أي حاجة، كل اللي عايزاه من الدنيا تسامحني يا حبيبي. خلاص يا أمي والنبي، أنا مسامحك والله. بجد يا حبيبي، بجد سامحتني. مسامحك يا أمي، مسامحك. فترة وانتهت من حياتنا خلاص. وخد أمه ومروحين على البيت القديم. وأمنية كانت قاعدة مستنياه، لقيته داخل عليها هو ووالدته. عرفت ساعتها إن هو سامحها. سامحيني يا أمنية يا بنتي على اللي عملته معاكي. خلاص يا طنط، اللي حصل حصل، وعدى وننسى اللي فات. انت من النهاردة بقى قوليلي يا ماما. حاضر يا ماما، تعالي يلا ارتاحي لحد ما اجهز الاكل لينا. وخدتها ومشوا. وخالد كان فرحان جدا ان شمل العيلة اتلم من جديد، لكن كان ناقصهم اخوه. وهيتصل على اخوه نادر. اهلا باخويا اللي ما بيسألش. قال انت اللي بتسأل عليا يالا. غصب عني يا نادر والله، انت مش عارف اللي كنت فيه الفترة اللي فاتت. حصل ايه؟ قلقتني. وحكاله على كل اللي حصل باختصار. كل ده حصل وما تعرفش اخوك يا خالد؟ اللي حصل مش مهم. عامل ايه في الشغل والدنيا معاك ايه؟ ابدا يا عم، اتجوزت بس. اتجوزت من ورانا وما تقولناش يا زفت. هو ايه حكاية كلمة زفت معايا؟ والله الموضوع جه فجأة وخفت امك تعترض على الموضوع. ولا يهمك، المهم عندي تكون مبسوط وبس. بس مش هتنزل بقى، خلاص الدنيا هنا اتحلت. فترة كده، لحد بس ما اظبط الشغل يا خالد، وهنزل ان شاء الله. تيجي بالسلامة يا حبيبي ان شاء الله.